سواء توك توك، سباك، بنا، بتاع بيلم فضلات، دكتور، مهندس، محامي، ايا كان وظيفتك، ادبك واحترامك وتقديرك هو اللي هيخلي ليك قيمه في تعاملك مع العالم. العالم هتحبك بجد من قلبها لو اخلاقك وطريقه تعاملك محترمه، بتقدر، بتساعد، بتواسي التعبان، المريض، بتساعد، بتزور يعني انت ليك دور في المجتمع ايا كان مكانك، وانت مهمل المجتمع ومهمل العالم ومتعجرف على ده، والله ما هيبقى لك دور حتى لو بلغت اعالي المناصب. تعاملك هو اللي هيخليك ليك مكان في قلب العالم. العالم هيحترمك فعلا لو قلبك وتعاملك زي ما حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الرساله بتاعتنا احنا لما نتعلم في وزاره التربيه والتعليم كان اسمها وزاره التربيه والتعليم. التربيه قبل التعليم. الاخلاق يا جماعه، الاخلاق، انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. فاحنا لابد نكون دنيتنا، مجتمعنا، بلدنا، القريه اللي احنا فيها، المدينه اللي احنا فيها، الدوله اللي احنا فيها، تكون بتمتاز فيها باخلاقك العاليه، بمساعدتك للغلبان والضعيف، اللي عنده حزن بتروح له، اللي عنده مشكله انت معاه فيها، حاله وفاه انت موجود، حاله مرض انت موجود. قبل الفرح تكون في الغم. مكانك في المجتمع يعلى، دنيتك تعلى، اولادك يبقى لهم اب محترم. العالم حتى لو جت في يوم من الايام جت عليهم، حتى انت لو بعد وفاتك هيقولوا ده كفايه انه ولد فلان. فخلي سيرتك حلوه مع العالم، خلي تعاملك حلو مع العالم، مش بمكانك، بمنصبك، مش بشغلانتك، مش بمادياتك. هتدخل قلوب العالم، والله ما هتدخل قلوب العالم الا باخلاقك، بتواضعك، بتعاملك الطيب، برفقك مع البني ادمين، بقربك منهم. خليك حنين، خليك هين لين، ربنا يرفعك في اعالي الدنيا بحالها. معلش الموضوع، انا راجع في الطريق من المحكمه، لقيت ماشي بالعربيه، لقيت الدنيا واقفين ودوشه وبتاع، فبيقول له انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ايه يا عم انت بتكلم مين يعني؟ ما الراجل اللي قدامه يعني قال له بكلم مين؟ ما بس انا في بالي قلت انت اولك تراب واخرك تراب، يعني اولك تراب واخرك تراب. فاحنا ما بين الحالتين بنتكبر ليه وبنتعالى ليه احنا ليه بنتكبر على بعض ونتعظم على بعض يعني اولنا جيفه قذره واخرنا جيفه قذره واولنا نطفه يعني حرام. احنا لابد نكون حنينين على بعض، قريبين من بعض، بلاش التعالي، بلاش النفخه الكدابه. انت عمر اللي هيسمعك وانت بتقول انت مش عارف تتكلم مين دي، والله العظيم عمره ما هيحترمك. لو كان لك في قلبه مكان، المكان هيروح. فانت حاول يعني انت هتروح فين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو كان اهون الخلق، مش كده؟ ربك بيقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فانت خلي النبي قدوه لك، تقرب الى الله سبحانه وتعالى بحبك للنبي، اعمل زيه. النبي كان بيلاطف زوجاته، بيتكلم معاهم، بيتكلم مع مفيش الكلام ده خالص. يعني حته العظمه والكبرياء اللي بقت كل الشباب فيها النهارده، كبار، حتى الكبار والله العظيم في عالم من الناس الكبيره تحس ان هم ماشيين الجلابيه هتطرشق من كتر النفخه اللي جواه. مش ان هو تخين، لا، هو مش طاير، هو خلاص. يا عم بالراحه، يا عم بالراحه. انت ممكن يكون بينك وبين القبر دقايق، نفس طالع مش هيدخل تاني. فخلي علاقتك بربنا قريبه، خليك مع العالم قريب، هتبقى فوق قوي. معلش طولت عليكم، السلام عليكم.